الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد أيها الأحباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل عاملا على إقليم من أقاليم الإسلام، سواء كان هذا العامل قاضيا أو واليا أو داعيا إلى الإسلام، كان يختار اختيارا صحيحا لهذا المنصب، لا يعتمد على صلة القرابة ولا على الموقع الاجتماعي ولا الطائفي ولا القبلي. لذلك أراد أن يرسل عاملا على اليمن كداعية وكقاض، فنثر كنانته صلى الله عليه وسلم فاختار شابا حينما دخل في الإسلام كان عمره 18 عاما، وهو في سن أقل من 30 حينما أرسله إلى اليمن قاضيا وداعيا. هو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. النبي دعا له: اللهم احفظه من فوقه ومن تحته ومن أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال له: يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وانطلق هذا الداعية إلى اليمن وأن الله قد أراد به خيرا كثيرا. كان يجهز لقتال مسيلمة الكذاب، وكان يختار المجاهدين للجهاد في سبيل الله وفي الرباط. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. عند ذلك أراد معاذ بن جبل أن يأتي إلى مدينة رسول الله في خلافة أبي بكر الصديق، فرجع إلى المدينة وقد أصبح عنده بعض المال. سيدنا عمر بن الخطاب، ونحن نتكلم عن مواقف عمرية، بيعرف إن معاذ ابن جبل رجل تقي نقي عالم فقيه بالحلال والحرام لا مثيل له، ولكن رجع ومعه مال. قال له: يا معاذ، اجعل هذا المال في بيت مال المسلمين. سيدنا عمر حريص جدا، يخاف من الشبهة في تصوره أنه ذهب إلى اليمن ليس عنده شيء، فمن أين حصل على هذا المال؟
وأن معاذ لا يمكن أحد أن يتهمه، لا يمكن أبدا أن يتهمه أحد. فسيدنا معاذ قال: إنما جمعته من مرتبي وكدي. فانطلق سيدنا عمر إلى أبي بكر الصديق قال له: يا أبا بكر، إن معاذ جاء من اليمن ومعه بعض المال، وإني أرى أن تبقي له قليلا من المال وتجعل الباقي في بيت مال المسلمين. قال له: لماذا؟ ليش يعني؟ هل عندك بينة أنه اختلس، أنه سرق، أنه ظلم، أنه؟ قال: أبدا، لا أتهمه في دينه، ولكن يعني الدنيا. فقال أبو بكر: لا أفعل، لأن رسول الله أرسله إلى اليمن ليجبره. فجاء معاذ إلى أبي بكر وإلى هذا المجلس واستمع إلى قولة أبي بكر: لا أفعل، ما باخذ منه شيء، مال حلال رزقه الله إياه. بعد ذلك انفض المجلس وذهب معاذ إلى بيته، وما أن أصبح الصباح حتى أسرع مسرعا، هرع مسرعا إلى عمر بن الخطاب: يا عمر، يا عمر. قام عمر قال: ما لك يا معاذ؟ قال: إني رأيت الليلة رؤيا فخفت منها شديدا. قال: وماذا رأيت؟ قال: رأيت نفسي أنني في ماء، بركة ماء، نهر، في ماء كدت أن أغرق في هذا الماء، كاد أن ينقطع نفسي في هذا الماء، خفت على نفسي من الموت، فجئت إلي يا عمر وأنقذتني من الغرق. أنقذتني يا عمر من الغرق. فأخذ بيده سيدنا عمر إلى سيدنا أبي بكر، وكلهم أسيادنا صحابة النبي، فقص الرؤية على أبي بكر وقال: إني جعلت هذا المال في بيت مال المسلمين. قال أبو بكر: ولكني لا آخذ منه درهما ولا دينارا، لأنك أحق بهذا المال من غيرك، وأعلم أنك رجل فقير وعليك دين. عند ذلك ابتسم سيدنا عمر وقال: الآن حل وطاب، الآن حل وطاب. هذه المواقف العمرية، لكن الشبهة ما كان يسكت عنها، بمجرد هيك خاطر ما كان يسكت. وقصة أخرى من مواقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: جاء الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن إلى أبي بكر الصديق، قالوا له: الأرض الفلانية هي أرض سبخة، كلمة سبخة بمعنى مالح الأرض، لا تصلح للزراعة، أعطينا إياها، هالأرض هي نستصلحها، بدنا إياها مشان نستصلحها، يعملوا لها حاجات إلى آخره حتى تصلح للزراعة وينتفعوا منها وينتفع المسلمين. سيدنا أبو بكر قال للصحابة: إيش رأيكم؟ قالوا: لا بأس في هذا، لا بأس، أرض ما عم نستفيد منها نحن، والدولة ما عم تستفيد منها، فهن بدهم يستصلحوها. فكتب لهم كتابا وقال لهم: ولكن يجب أن يشهد على الكتاب عمر بن الخطاب وزيره.
فأخذ الأقرع بن حابس وعيينة الكتاب إلى عمر، قال له تفضل الشاب. قال له على ماذا؟ قول القضية كذا وكذا. قرأ الكتاب، وبعد ما قرأ الكتاب محاه بيده، محاه كله. فانزعجا وجاء إلى أبي بكر الصديق، قالوا له لا ندري أأنت الخليفة ولا عمر؟ أأنت أمير المؤمنين ولا عمر؟ أنت الرئيس ولا عمر؟ قال له وماذا هو إن أراد؟ قال له ما عندنا مشكلة، إذا أراد عمر أن يكون خليفة نتنازل له، إذا أراد أن يكون أمير المؤمنين نتنازل له. قوله هيك سوى. قال القول ما قاله عمر. هكذا أمتنا، هكذا أمة الإسلام كانت تخاف من الشبهة. والله يا أخواننا حتى الآن في أناس في أمة محمد على خير في قضية الحلال والحرام، ليست في الجمعة الماضية وإنما في التي قبلها. وأنا أتكلم عن مواقف عمرية. جاءني رجل بعد الصلاة قال يا شيخ أنا في عام 11 جئت إلى المنطقة من حلب، وفي منطقة دير جمال أخذت 5 دينار أكلت أنا وابني، 5 دينار، وبعد ذلك راجعت نفسي أنها حرام. والله الآن جئت من حلب حتى أعرف المكان وأسأل عن صاحبه، فما عرفت المكان وما عرفت صاحب المكان، وفي ذمتي 5 دينات. دلني يا شيخ وأرشدني. شوفوا تصوروا 5 دينار لك أنت، لك ما كان عندك شحاطة صار عندك مئات الملايين. والله سوف يكون حسابك عند الله طويلا. بدك تطول وقتك على الحساب. كل درهم أخذته سوف تسأل عنه، من أين أتيت به وفيما أنفقته. عندك صار مئات الملايين من الدولارات، وعندك عقارات في تركيا، وعندك وعندك وعندك. هل ظننت بأنك نجوت؟ لن تفلت من عقاب الله. أكلت مال اليتيم، وأكلت حق الفقراء، وأكلت حق العناصر. في البداية العناصر كانوا يبعثوهم على ليبيا 2500، كان يعطوهم 1500، بعدين صار يعطوهم 1000. كل هذا سوف تسأل عنه يوم القيامة. والله لو كان عمر حيا لأخذ أموالكم كلها وأعادها إلى بيت مال المسلمين. يا ويلكم، توبوا إلى الله وارتجعوا إلى الله، ولن تفلتوا من عقاب الله، وأن مسؤوليتكم كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. والله في بعض ناس يا أخواننا نحن ما عندنا اطلاع. واحد منهم استولى على أرض حوالي أكثر من 100 هكتار، والآخر والآخر والآخر. كل هذا باسم الثورة، يسرقون وينهبون ويأكلون حقوق الآخرين باسم الثورة، والثورة منهم براءة. اللهم جنبنا الحرام، اللهم أبعدنا عن الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.